المراكز البحثيه في مصر بالاجهزه اللي تضمن نقل التكنولوجيا. نعم، سيادة الدكتورة نادية زخاري وزير الدولة للبحث العلمي، كل التوفيق في هذه الزيارة الموفقة إن شاء الله، تعود على مصر بالنفع والخير والفائدة وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات في المجالات المختلفة. شكرا جزيلا لحضرتك في هذا الصباح، بنحييك من صباح الخير يا مصر. أعزائي المشاهدين، بنعود مرة أخرى لضيفينا الكريمين الدكتور خالد فاروق والأستاذة ماجي عزيز. أهلا بكم، صباح الخير على حضراتكم. دكتور خالد، عايزين نعرف من حضرتك لعبة التنس، لعبة النبلاء والأمراء، إلى أين وصلت في مصر حتى الآن؟ هو الحمد لله السنة دي من السنين اللي حصل فيها طفرة كبيرة في التنس في مصر. نعم. الاتحاد ابتدى يطبق أسلوب علمي في إدارة اللعبة في مصر. ماشيين على دراسات، آخر دراسات الاتحاد الدولي عملها بتتكلم على إن أي اتحاد لعبة بيمشي دايما على ساقين، ساق اللي هي المشاركة، زيادة عدد المشاركة وتوسيع القاعدة، وساق قطاع البطولة. فاحنا ابتدينا ان احنا نزود القاعده بتاعتنا. احنا كنا بادئين بحوالي 1000 لاعب من سنه ونص، دلوقتي بقى عندنا حوالي 3000 لاعب بيشتركوا في البطولات. نظام الاشتراكات ده احسن نظام شغال في الدنيا دلوقتي، نظام الكتروني. بعد كده قطاع البطوله ابتدينا نهتم بالتعرف على المواهب اللي عندنا علشان تبقى التمويل رايح في محله. ابتدينا نتعرف على الابطال اللي عندهم فرصه يوصلوا لمستوى دولي، وابتدينا نستثمر فيهم ونهتم بيهم. ثمار الموضوع ده ابتدت تبان في ان احنا لاول مره في تاريخ مصر ان احنا نتاهل المجموعه الافرو اوروبيه الثانيه في بطوله العالم للسيدات. ده انجاز ما حصلش في تاريخ التنس في مصر بفضل الخطط دي والابطال اللي كانوا معانا في البطوله دي. بطله الفريق وكابتن فريق ماجي عزيز وساندرا سمير ومورا اسحاق، دول حققوا انجاز تاريخي في ان احنا نوصل لاول مره للمجموعه الافرو اوروبيه الثانيه. صعوبة الإنجاز ده إن إحنا الاتحاد الدولي بيحطنا في مجموعة أفرو أوروبية مش مجموعة أفريقية. لماذا يا دكتور؟ علشان هو شايف مش من العدل إن أفريقيا تبقى واخدة نفس الحجم بتاع أوروبا في التصفيات. ففي المجموعة الثالثة والثانية والأولى بتبقى أفرو أوروبية، لازم تتصفى مع دول أوروبية. فبتلاقي معانا في المجموعة دول أوروبية مش يعني زي أيرلندا، الدنمارك، النرويج، مالطا، قبرص، دول أوروبية ما لهاش باع طويل قوي في التنس زي الدول المتقدمه، بس متقدمه عننا برضو. الحاجه اللي احب اطمن عليها الناس ان احنا في نفس المستوى ويمكن احسن منهم من دول اوروبيه كتير. ان احنا تاهلنا في مجموعات فيها دول اسمها كبير في اوروبا كدوله متقدمه، مش بس في مجال الرياضه. يعني ما يبقى معاك في المجموعه ايرلندا والنرويج والدنمارك، ده انجاز ان مصر تتاهل قبل دول زي دي. طيب كابتن ماجي عزيز، يعني نقول لك مبروك الاول على البطوله والمشاركه، وعايزين بقى نعرف ظروف بطوله مالدوفا معاكي انت وتجربتك الشخصيه في هذه البطوله. طبعا البطوله دايما بتبقى صعبه علينا يعني كلنا، بس احنا المره دي كنا يعني حاسين ان احنا قريبين قوي من ان احنا نحقق الانجاز التاريخي ده. فخدناها ستيب باي ستيب، قلنا كل مباراه ليها لازم تكون ليها تجهيزاتها وكل حاجه. فدخلنا في الاول لعبنا مع ارمينيا، فكسبنا الحمد لله 3-0. كسبنا الاثنين الفردي، الماتشين الفردي والزوجي. وبعد كده لعبنا مع مالطا، كسبناهم برضو 3-0. واخر حاجه خالص كانت الفاينل مع مولدوفا، دي كانت اصعب حاجه لان طبعا بتلعب على ارضهم ووسط الفريق بتاعهم وكل حاجه. بس تمام. فدي اكتر، ده كان اكتر حاجه يعني صعبه بالنسبه لنا، والحمد لله يعني قدرنا نعدي منها يعني ما شاء الله. عقبال البطولات الجايه. طيب عوده ليك دكتور خالد، يعني استعدادكم كان ازاي لهذه البطوله لتحقيق يعني الفوز والنصر والمحافظه على هذا المستوى الرياضي في مجال لعبه التنس تحديدا؟ هو الكلام دلوقتي دايما على الاعداد ان هو عامل زي التروس بتاعه المكنه. نعم. لازم تبقى كل التروس شغاله وكل التروس بتلف في نفس الاتجاه عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. دايما في اي منظومه بتلاقي ان مش كل التروس شغاله، فانت لازم تتعرف على الحاجات اللي هي البلد بتاعتك او المنظومه بتاعتك مش شغاله فيها وتبتدي تشغلها. او ممكن تلاقي تروس بتلف عكسك شغاله وكل حاجه بس مش بتساعد على الهدف الرئيسي. فاحنا تعرفنا على الهدف اللي احنا عايزينه. احنا كان من اهدافنا ان احنا نتاهل، والهدف الثاني ان احنا نعلي ترتيب مصر في الترتيب الدولي في كبلد في الاتحاد الدولي للتنس في السيدات. والهدف الثالث ان احنا اللعيبه كافراد ندخلهم جوه ال 500 الاوائل على العالم كافراد. يعني في ترتيب دولي للاشخاص اللعيبه وفي ترتيب دولي للبلد.
فاحنا دلوقتي الحمد لله حققنا جزء كبير من الاهداف اللي كنا عايزينها بدري حتى عن احنا كنا عايزينه. احنا كنا متخيلين ان ده هيحصل في 2014. احنا بقى عندنا مسؤوليه اكبر بقى في 2014 لان احنا هنلعب في المجموعه الافرو اوروبيه الثانيه، ودي بتبقى صعبه جدا. المجموعه فيها 8 فرق بس، كلهم دول منظمه جدا. الدول اللي كانت معانا في المجموعه الافرو اوروبيه الثالثه دول كبيره وكل حاجه، بس المنظومه مش كامله. بيبقى عنده بطل واحد، يعني في دول كان عندها لعيب جامد جدا زي مالطا واللعيب الثاني مش جامد. فالدول الثانيه لا متكامله، المنظومه اللي وراها قويه جدا، اللعيبه ليهم ترتيب دولي، التنظيم والاعداد بتاعهم من ابسط حاجه، من الشركات الملابس اللي بترعاهم، من الميديا اللي وراه وهو رايح. احنا بنحاول دلوقتي ان اللعيبه المصريين تبقى في نفس المستوى في كل حاجه، ما يحسش انه اقل منه في اي حاجه. يعني احنا في البطوله دي وصلنا ان الناس كانت بتتوقع لنا التاهل، وده انجاز. يعني انت من اول يوم الناس شايفه ان انت المصنف الاول واقرب واحد للتاهل. طيب نرجع لماجي، انت بدات ازاي تلعبي لعبه التنس، وايه الفرق اللي انت بتشوفيه بين اللاعبين المصريين واللاعبين العالميين اللي بتشتركي معاهم وبتحتكي بيهم في بطولات مختلفه؟ انا بدات تنس وانا عندي 6 سنين. يعني الفرق بيننا وبينهم ان هم طبعا الدراسه بالنسبه لهم يعني بتيجي في الاخر، بتيجي بعد ما يخلصوا خلاص يعني ياخدوا فرصتهم في التنس يبتدوا يدوروا على دراسه. طبعا هنا احنا بالنسبه لنا الموضوع مختلف، وغير كده طبعا السبونسرز لازم هم الرعاة بالظبط. هم التنس محتاج رعاة، فهم بالنسبه لهم بيعرفوا ان هم يسافروا، عندهم سبونسرز كتير ان هم يسافروا وان هم يقعدوا، لان اللعبه مكلفه جدا. فدي اكتر حاجه بالنسبه لنا، فرق بالنسبه لنا يعني ان احنا محتاجين هنا سبونسرز كفايه ان احنا نقدر نسافر، ان احنا ايفن حتى يقدر يكون عندنا هنا بطولات كتيره. بس في مستر محمد الغزاوي هو منظم البطولات دي دلوقتي في شرم الشيخ، عمل لنا 48 اسبوع. فدي طبعا يعني انا بشكره طبعا على ده بحد ذاته برضو انجاز لينا يعني، وفرصه كبيره قوي لاي لعيب مصري ان هو يشارك هناك. وانا طبعا بنصح كل اللعيبه ان هم يعني يستغلوا الفرصه دي وان هم يروحوا يشاركوا اكتر. طيب ماجي دلوقتي قالت اللعبه ربما تكون مكلفه، معروف عن اللعبه انها هي يعني الارستقراطيين، ويقال انها لعبه الامراء والنبلاء. هل هي يعني لانها كان هم اللي بيمارسوها في الاول، ولا هي فعلا مرتبطه بامكانيات معينه لازم تتاح للاعب عشان يقدر يمارس هذه اللعبه؟ هي اللعبه فعلا في بدايتها كانت بتمارس في البلاط الملكي في انجلترا، وكان بيمارسها الملوك يعني. يعني حتى كلمه سيرف اللي هي ضربه الارسال كانت جايه من كده، مسمينها سيرف لانه الخادم بتاعه اللي بيرمي له الكره الاول بيخدم عليه في الكره الاولانيه يعني. فهي ابتدت كده. بس دلوقتي طبعا الموضوع زي اي صناعه كبيره قوي، هو بيدور على الموهبه في اي مكان. الموهبه بيلاقيها في اي حته وهو بيفضل وراها، لان الموهبه دي مش سهل تلاقيها. فمش شرط ان انت تحكم نفسك ان الموهبه لازم تيجي من قطاع غني بس، تيجي من اي قطاع يعني. حتى كان زمان في امريكا الافريكان امريكانز اللي هم من اصول افريقيه ما كانوش بيكسبوا في التنس، ما كانوش لعبتهم. دلوقتي دخلوا فيها بقت بيوسع القاعده تماما. طب ازاي حضرتك كمسؤول تستخلص العناصر الطيبه اللي انت تشوف انها مبشره فعلا ممكن تجيب نتائج في لعبه التنس؟ احنا بنعتمد دلوقتي على دراسات الاتحاد الدولي دلوقتي في عصر الانترنت اللي احنا فيه، بقى فيه احصائيات قويه جدا، احصائيات بتمسك الابطال مثلا في سنه 2010 تتبناها، بيرجع بيهم عشان يدينا الخطوات، يدينا الطريق. يقول لك ان البطل لما كان عنده 14 سنه كان بيكسب بطولات كذا وكذا وكذا، ومتوسط ترتيبه كذا، وترتيبه الدولي كذا. فانت بتعرف لو عندك ولد عنده 14 سنه قريب من الترتيب ده، بتتوقع ان هو لما يوصل عنده 19 سنه هيبقى عنده فرصه في الترتيب الدولي. بيفضل كده في كل مرحله عمريه. فبيساعد كل اتحاد ان هو يتعرف على المواهب اللي عنده، والاهل واللعيب يبقى عارف انا ماشي في اتجاه ان انا اوصل ان انا ابقى بطل عالمي، ولا ماشي في اتجاه يوصلني ان انا ابقى لعيب في جامعه في امريكا مثلا، دي السكه الثانيه، او ان انا هبقى بطل محلي، بحيث ان ما يبقاش في اهدار للتمويل. طب في مدى زمني مثلا ممكن تعتمد عليه ان اللاعب هيلعب معاك سنه 2 3، الرينج بتاعهم قد ايه ان انت تقدر تستفيد من هذا اللعيب على المدى الطويل؟ بتختلف طبعا حسب لو انت بتتكلم مع بنت او مع ولد، لان العمر بتاعه. ويعني مثلا البنات، احنا الفريق بتاعنا في مثلا واحده زي ساندرا عندها فرق بينها وبين ماجي حوالي 9 سنين، والاثنين بيأدوا. في الرجال بتبقى صعبه شويه ان حد يبقى في فرق كبير قوي في السن. يعني فريق الرجال بتاعنا النهارده عنده اول ماتش في نفس البطوله اللي احنا بنلعبها في نادي، بيلعبوا نفس المجموعه، بيلعبوا ديفيس كاب اللي هي البطوله زي الفيد كاب للرجال. صعب تلاقي فرق في الاعمار بتاعتهم 7 8 سنين كده.
طيب ماجي، انت بتلعبي دلوقتي واللعبه انت ما شاء الله بقيتي بطله فيها، وعايزه ان شاء الله واحنا بنامل معاكي ان انت تحققي بطولات الفتره الجايه، لكن اتحاد التنس المصري بيوفر لك ايه، او ايه العقبات اللي انت ممكن بتشوفيها بتناشدي الاتحاد من خلال كاميرا صباح الخير ان هو يذللها، بحيث ان انتوا فعلا انت وزمايلك تحققوا بطولات لمصر؟ لا، هو طبعا يعني الاتحاد بيعمل اقصى حاجه عنده، بس يعني ممكن برضو يساعدنا اكتر ان احنا نسافر. دي هتبقى اهم حاجه ممكن يعملها لنا، ف يعني علشان نقدر كمان ان احنا نحقق حاجه في اللعبه. يعني دي من اهم الحاجات ان هو يقدر يعملها لنا. بس طبعا يعني هو ما اقدرش اقول ان هو ما بيعملش حاجه، هو يعني فعلا بيعمل كل حاجه يقدر عليها. فانا برضو بشكره اكيد يعني عن هو دايما عايز لنا الاحسن وبيحاول اقصى حاجه عنده علشان مصلحتنا طبعا. طيب كل التوفيق ان شاء الله ليكم في البطولات اللي جايه. اعزائي المشاهدين، كنا مع حضراتكم اليوم ال15 من مايو 2013 في برنامجنا وبرنامجكم صباح الخير يا مصر. نامل ان تكون الفقرات حازت على اعجابكم، ومتواصلين معكم ان شاء الله على مدار الاسبوع من 7 وحتى 10، فتابعونا وكونوا معنا. بنشكر الدكتور خالد فاروق المدير الفني للاتحاد المصري للتنس، وايضا كابتن ماجي عزيز احدى لاعبات الفريق المصري المبشر. كل التوفيق لكم ان شاء الله الفتره اللي جايه، والزملاء اللي كانوا المفروض هيشرفونا في صباح الخير. اعزائي المشاهدين، نشكر لحضراتكم حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا مصر.